السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إبراهيم عيسى بيهاجم الشيخ الشعراوي. برغم إن هو صحفي نقول له يا إبراهيم عيسى أنت لم تفهم أي شيء في الانتقاد، ألف ب انتقاد. في فرق لما تقول لواحد مثلا أخطأ خطأ معين، لأن أي إنسان وارد إنه يخطأ، أي بشر وارد إنه يخطأ، لكن النقد اللي هو ترمي الشخص كلية كده يبقى في حاجة في دماغك يا إبراهيم عيسى. يعني ممكن تطلع أخطاء معينة، أي إنسان بيخطأ، إنما تقول وتتريق ده كان يعني كان شيخ المتطرفين، كان شديد التطرف، كان مش عارف ايه، ده كلام كبير. يعني ده لا يدل على ان هؤلاء، يعني ابراهيم عيسى، اسلام البحيري، مش بينتقدوا، دول بيحاربوا فكر معين، لان دول يعني عايزين حاجة اسمها علمانية. العلمانية باختصار يا جماعة اللي هي تلغي الدين من الدولة. يعني الدين ما يكونش في القضاء، الدين ما يكونش في التشريعات، الدين ما يكونش في أي حاجة في حياتك، تعيش من غير الدين. هي دي اسمها العلمانية، دولة من غير دين. ولها درجات، يعني في علمانية مثلا درجة معينة، الدرجة العلمانية الخالصة هي إلغاء الدين كله. وفي واحد متأثر شوية بالعلمانية، يعني يقول لك إيه، أنا حابب الدين في الزواج ومش عارف إيه ومذهب أبو حنيفة ومش عارف إيه والكلام ده، بس أنا مش حابة الحجاب. والتاني يقول لك أنا مش حابب للذكر مثل حظ الأنثيين، أنا مش حابب التعدد، أنا مش حابب الدين في كذا. كل واحد بيختار الدين على مزاجه. يعني عندهم العلمانية. يبقى العلمانية باختصار لها درجات. العلمانية الخالصة هي إلغاء الدين كله. يعني دول وغيرهم، إبراهيم عيسى ولا غيره، بتلقاه بيهاجم الحجاب، بتلقاه بيهاجم يقول لك حرية المرأة. مش هاي المرأة لها حرية فعلا، بس مش في العري والحاجات هي دي. يقول لك لا، عندنا الشعر قد يبان ومش عارف ايه وكذا وكذا. ده هم عندهم الحرية دي، مش عايزين الدين في التشريعات، مش عايزين الدين خالص، نحارب الدين. فلاقين الشيخ الشعراوي بيوصل الدين اللي هم بيحاربوه، بيوصلوا ببساطة للعامة. الناس تقعد كده قدام الشيخ الشعراوي، الله، تدبر في القرآن، يعني خليك تدبر وتعقل الأمور. والشيخ الشعراوي في فترة من فتراته حارب الإلحاد في كتبه بدرجة علمية كبيرة. اللي إبراهيم عيسى يقول لك إيه، ده ما عندوش علم خالص، لا الدين ولا يعني غلط. ده ما اسموش انتقاد، ده اسمه هجوم. وانتوا معروفين في المجتمع، انتوا عرفتوا خلاص كده بقى ان انتوا مش عايزين الدين. انتوا بتحبوا حاجة اسمها علمانية، لا حجاب ولا مش عارف ايه. فالمقصد من هؤلاء والهجوم على هؤلاء الرموز اللي هو الشيخ الشعراوي وغيره، ان هم يعني رمز ديني كبير. الشيخ الشعراوي ده لما تسمع له وتقرأ في كتبه تحس بعلم الكبير اللي هو الشيخ اللي هو ابراهيم عيسى بيتريق عليه، اللي هو مش فاهم حاجه في اي حاجه. يعني تقعد ولا فاهم قران ولا فاهم سنه ولا فاهم اي حاجه خالص، ولا فاهم حاجه في حياته، ولا فاهم حاجه اسمها انتقاد. برغم ان انت صحفي يا ابراهيم عيسى، صحفي. مش حاجه اسمها هجوم كلي. كان شديد التطرف. ايه شديد التطرف دي؟ بتقول مثلا حاجه معينه. كان شديد التطرف اللي هو كان بيتكلم عن السماحه في الجلسات بتاعته، كان بيشرح كيف نتسامح مع الدين الآخر، مع المسيحيين، كيف نتعايش معاهم، كيف نحبه. تقول لي كان شديد التطرف؟ يلا كفاية كده.